مريض الاكتئاب اللي عنده اكتئاب ممكن يوصل صاحبه ان هو ينتحر او ان هو يقتل ولاده، يهون عليه ولاده. على فكرة بتحصل. اكتئاب يعني يأس، يعني احباط، يعني ما عندوش رغبة في العيشة، خلاص هو شايف ان الدنيا دي ما ينفعش تتعاش، وان هو لو مات هيبقى افضل له وافضل لولاده. وعلى فكرة الحادثة دي اتكررت كتير. أنا دلوقتي بتكلم عن حادثة الست المصرية اللي هي حادثة كرموز في اسكندرية، اللي قتلت ولادها بمساعدة ابنها وانتحرت هي كمان. الحادثة دي اتكررت على فكرة، لو انتوا فاكرين برضو كان واحد عنده اكتئاب ورمى نفسه من البرج. لأنه ما كانش عارف ينجح في امتحان الثانوية العامة. ده على ما افتكر يعني. المهم ان الست ديت كانت عايشه مع جوزها في السعوديه، هو اردني الجنسيه، وحست بشويه تعب. المهم هناك حبت انها تكشف. طبعا هي ملهاش تامين صحي. بمجرد كشوفات مبدئيه قالوا لها ممكن يكون عندك سرطان. الست دي خدت ولادها ونزلت مصر. راحت تكشف. المهم قالوا لها عندك قولون تقرحي، وده ممكن يقلب لسرطان. فعلا المرض ده قلب لسرطان في المعدة وفي الكبد وفي القولون، وخلاص يعني بقت أيامها تحس إنها معدودة. الست ديت أصلا جوزها ما كانش بيصرف عليهم، يعني كان بيبعت لهم الفتات اللي سمعناه إن هو كان بيبعت لهم 1000 أو 2000، فدول يعيشوا مين؟ ما يعيشوش حد، وخصوصا حد ما عندوش تأمين صحي ومحتاج علاج، وست أطفال محتاجين ياكلوا من 5 سنين ل 18 سنة. فطبيعي انها تكون عايزة مصاريف ليها ولولادها. المهم ان جت في يوم من الايام بتتصل بجوزها، انا عايزة فلوس علشان اعرف اتعالج، وقال لها لا، انا خلاص طلقتك، انا اتجوزت واحدة تانية بسهولة كده. الست ديت يعني خلاص الدنيا اسودت في وشها، ما شافتش رحمة ربنا. هي اتقفلت الدنيا في وشها خلاص. جت عملت ايه؟ جابت ابنها الكبير، قالت له احنا دلوقتي في ليلة القدر، ولو موتنا نفسنا هنروح الجنة. فقال لها ماما نشتغل وبتاع. قالت له لا، اذا كان ابوك معرفش يتكفل بمصاريفنا، يبقى انت الصغير، انت واخوك او انت واختك هتتكفلوا بمصاريفنا، احنا نموت كلنا ونروح الجنة. هي فعلا معتقدة كده ان احنا لما نقتل نفسنا وانتحر احنا كده هنروح الجنة علشان ليلة القدر. المهم ان هم مطيعين لامهم جدا، الولاد مطيعين لامهم جدا. راحت قالت له روح جيب شفرات، هي مواس حلاقه، يعني راحت جابت مواس حلاقه. ومش عارفه ليه حضرتك راح تجيب مواس حلاقه، ما هو ممكن تشربوا سم ويبقى اسهل لك في الموتة من انك تقطعي شرايين، يعني ليه العذاب في الموت ليه؟ المهم ما علينا. الست ديت يعني قطعت شرايين ولادها بمساعدة ابنها، وقطعت شرايينها وخلت ابنها يخنقها في الآخر، والمهم كلهم ماتوا. وهم الولاد يا عيني كانوا مطيعين لأمهم حتى في الموت، يعني ما فيش عيل جرى مثلا على الباب وقال أنا أستنجد بالجيران أو لا، هم كانوا مصدقين فعلا إحنا هنموت في ليلة القدر، هنموت نفسنا ونروح الجنة، يعني بجد. الولد حاول بعدها بعد ما كلهم ماتوا ان هو ينتحر، طبعا النفس عزيزة معرفش. حاول يرمي نفسه من الدور ال13، الجيران لحقوه وانقذوه. والله العظيم انا مش عارفة الوم على مين، الوم على المجتمع ولا الوم على الاب ولا الوم على الاهل اللي ما كانوش لا عزبه ولا سند، ولا على الاب القذر اللي التاني مرة بيسيب ولاده لانه كان متجوز قبل كده برضه وساب ولاده، ولا ألوم على الدولة اللي ما عملت لهاش تأمين صحي، ولا ألوم على المجتمع اللي ساب حفنة أو ساب ناس من المهرجين والحسالة يبقى غرقانين في مئات الملايين من الدولارات، وساب دول يتخلصوا من حياتهم علشان فتات، يتخلصوا من حياتهم ويغرقوا علشان شوية فتات. ليه ما يبقاش فيه دار إيواء؟ تقوي اللي مش لاقي سكن، اللي مش لاقي ياكل، اللي أهله طردينه، بدل ما يناموا تحت بير سلم أو في الشارع. ليه ما يبقاش فيه دار للإيواء تتعمل بفلوس الفنانين ورجال الأعمال؟ ليه؟
مش كان هيبقى افضل للناس ديت لو كانوا راحوا سكنوا في حته زي كده، افضل من ان هم ينتحروا ويقتلوا نفسهم، خصوصا انها مش اول حاله.